وصفتنا لنهار اليوم هي بيتزا رولي. جبتها لكم بطريقه سهله بسيطه بعجينه قطنيه تذوب ذوبان. ما عليكم غير ديروا حفظ الفيديو، ما تنساونيش بدعمكم ولايكاتكم، هكذا نزيد نحط لكم وصفات اكثر ونروحوا نديروها مع بعض. ونبدا بالعجينه اللي فيها كاس حليب اي ما يعادل 250 ملي. ضفت عليهم غرف كبيره خميره الخبز وغرف كبيره سكر. بعدها ضفت عليهم شويه تاع الزعتر. خلطت المكونات كامله مع بعض وخليتهم حتى يتضاعف حجمهم. بعدها ضفت عليهم بياض بيضاء، ربع كاس تاع الزيت، مغرفه صغيره خميره الحلويات، بلا ما ننساو الملح. خلطت هذه المكونات كامل مع بعض وبديت نضم الخليط تاعي بالفارينه حتى نتحصل على العجينه تكون طريه كيما راكم تشوفوا. بعدها نضيف لها مغرف كبيره تاع الزبده وندخلوها مليح في العجينه حتى نتحصل على العجينه بهذا القوام. نغلفها ونخليها حتى تخمر ويضاعف حجمها. بعدها نحكموا العجينه تاعنا اللي كانت تخمرت نديكازيوها بهذه الطريقه ونفتحوها على البلون دو طرافاي اللي كنا رشيناه بالفارينه. وهنايا ما ترقوش العجينه تاعكم بزاف، يعني هذا السمك المناسب. بعدها نديروا لها لاصوص طوماط كطبقه اولى بهذه الطريقه ونضيفوا لها الاضافات اللي تحبوهم. انا كنت درت زيتون، مايس، فلفل الوان، كنت ضفت عليهم الثوم، وضفت ثاني المعدنوس، وفي الاخير ضفت فروماج غابي. وهكذا تكون بيتزا تاعنا واجده. نرولوها بهذه الطريقه اللي راهي واضحه في الفيديو، ونلصقوا الاطراف مليح في العجينه هكذا باش ما ينفتحوناش. من بعد كنطيبوهم في الفوغ ونجو نقسموا الحبيبات تاعنا كيما راكم تشوفوا بالخيط باش الحبات يجونا كامل كيف كيف وما يتغيرش الشكل تاعهم. نكمل نقطع البيتزا تاعي بنفس الطريقه. بعدها حطيتهم في البلاطو اللي يدخل الفوغ اللي كنت فرشت له بابي كويسون ونضغطوا عليهم هكذا شويه. بعدها دهنتهم بصفار البيض اللي كنت ضفت له مغرف كبيره تاع الخل، وندهم مباشره للفوغ اللي كنت سخنته من قبل على 200 درجه مئويه. شعلته من تحت ومن الفوق حتى يتحمروا ويعطونا هذه النتيجه الشابه اللي راكم تشوفوا فيها. وهما سخونين دهنتهم زيت الزيتون ورشيت عليهم المعدنوس والبصله تاعنا راهي واجده. صحه لكم، بقاو على خير.